ليست ضعيفة. عبيط اللي يقول المرأة مخلوق ضعيف. الستات دي أقوى كائن ممكن تشوفه. ده كفاية يا عم الحنان والعطف والحب والأمومة اللي هي بتتولد بيها أصلا. بص كده وركز معاها، ركز. بصلها كده وركز معاها لما تكون بتحب، هتلاقيها مالية الدنيا كده كلها حب، تديك روحها وحياتها كلها، تعمل عشانك المستحيل حتى لو الدنيا كلها قالت لا لا. افتكر اللي تعمل كده دي مخلوق ضعيف. تخيل كده الأنثى دي بتتولد في مجتمع بياخد منها كل حريتها، وده لأنهم خايفين عليها. هي أنثى مخلوق ضعيف، وده في وجهة نظرهم يبقوا خايفين عليها، تفضل تعافر وتحارب لحد ما توصل لها هدفها، أو على الأقل تحقق جزء من أحلامها. طب والنبي اللي تعمل كده دي مخلوق ضعيف ضعيف ضعيف؟ لا، دي كانوا دايما يقولوا بيت جوزها أولى بها من الشغل. برضك بتحارب وتحقق هدفها وتشتغل وتتعلم. تفتكر ان اللي بتعمل كده دي مخلوق ضعيف؟ طب بص كده للست لما تكون متضايقة بتبقى مكتئبة ومخنوقة ومكسورة، اول لما تشوفها كده تقول خلاص دي حياتها انتهت. فجأة تلاقيها دورت على اقرب منديل، مسحت دموعها وبتقوم تقف من جديد، ترمي كل اللي زعلها ورا ظهرها، وبتبدأ بداية جديدة عادي جدا. الستات الكائن البسيط ده مليان بالحيوية، عندها استعداد تام ان هي تواجه اصعب الظروف. يا جبل ما يهزك ريح. ده كمية صبر غير طبيعية. عمرك شفت راجل مراته ماتت او طلق ومعاها اولاد ما اتجوزش تاني عشان يقدر يكمل حياته؟ مستحيل طبعا. على العكس، الست بتطلق او جوزها بيتوفى بتقوم بدور الاب والام والعائل والمسؤول المادي والعاطفي، كل حاجه. ستات قويه يا اخويا، مش قلتلك؟ تعمل كده والنبي يتقال عليها كائن ضعيف؟ شفتها برضك وهي بتعيط وتقوم مره واحده قايمه غسله وشها ومطلعه كل المكياج اللي عندها، ومكياج بقى وبرفانات، وترمي حزنها في اقرب باسكت. ربنا زي ما بقولك كده تلبس وتشيك وتحط مكياج وتحط برفان وتنسى كل اللي حصل. طب والنبي كده دي تبقى كائن ضعيف؟